أمور عليك معرفتها. نعم، هيا بنا نبدأ بكلمة اتفاق. نعم. Ja. Ja. بعد الإجابة بنعم أحيانا لابد من القول لا. حسب النبرة نعرف أن لا تعني لا. Nein. Nein. بعد أن تعلمنا نعم ولا حان الوقت لنطلب شيئا ونقول لطفا. لطفا. Bitte. Bitte. إذا حصلنا على ما نريد وربما نود أن نقول شكرا نقول شكرا. Danke. Danke. ويمكن أيضا تأكيد الشكر بالقول شكرا جزيلا. Vielen Dank. Vielen Dank. عادة ستحصل على إجابة معتادة كبكل سرور ما من مشكلة أو إجابة متواضعة كأهلا بك. Keine Ursache. Keine Ursache. صرنا نعرف كيف نصيغ الكلمات مع بعضها البعض ونقول نعم لطفا. Ja, bitte. Ja, bitte. أو لا شكرا. Nein, danke. Nein, danke. عذرا عبارة مثيرة للاهتمام. عندما نود أن نكون مهذبين أو نلفت انتباه أحد أو ندلي بتعليق أو نطرح سؤالا فالعبارة الصحيحة هي عذرا. مثلا عذرا لو سمحت أنت تدوس على قدمي. عذرا. Entschuldigung. Entschuldigung. هنالك طريقة لطلب السماح. عفوا لم أقصد ذلك. إذا مسسنا بأحد دون قصد نقول عفوا. Verzeihen Sie bitte. Verzeihen Sie bitte. عندما نود أن نعبر عن الأسى العميق أو الاعتذار فإن العبارة المناسبة هي أعتذر. Es tut mir leid. Es tut mir leid. وعندما كل شيء على ما يرام يمكن القول حسنا. In Ordnung. In Ordnung. بالانتقال إلى بعض عبارات المواعدة أول كلمة قد تقولها في بداية الموعد هي مرحبا. Guten Tag. Guten Tag. وعند المغادرة من اللطف أن تقول دائما أمضيت وقتا رائعا. أتمنى رؤيتك قريبا. مع السلامة. Tschüss. Tschüss. أحيانا تود أن ترى ذلك الشخص مرة أخرى وأحيانا تقول إلى اللقاء من أجل التهذيب. في كلا الحالتين نقول إلى اللقاء. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. أتساءل لما كل لغة تقريبا لها تحية خاصة في الصباح. عندما تلتقي بأحد في الصباح تقول صباح الخير والجواب صباح النور. صباح الخير. Guten Morgen. Guten Morgen. كما أن هناك تحية خاصة لفترة بعد الظهر. مساء الخير والجواب مساء النور. مساء الخير. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. عندما تلتقي بأحد في المساء تقول مساء الخير والجواب مساء النور. مساء الخير. Guten Abend. Guten Abend. في الليل عندما تود الخلود للنوم حذر تقول تصبح على خير. Gute Nacht. Gute Nacht. بعد النوم جيدا في الليل نستعد لبدء يوم جديد أو ربما نود أن نرحب بضيف أو يسر أحد للقائنا ويقول سررت لرؤيتك. أهلا بك. Willkommen. Willkommen. عندما يلتقي الأشخاص ببعضهم يتبادلون عادة حديثا صغيرا. لا يريدون الإجابة المفصلة ولكنهم يظهرون الاهتمام. ما الجديد؟ شو الأخبار؟ Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? كيف حالك اليوم؟ كيفك؟ كيف حالك اليوم؟ كيفك؟
Wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute? بعض الأشخاص يسألونك ببساطة كيف حالك اليوم؟ Wie läuft's so? Wie läuft's so? يتوقع معظم الأشخاص إجابة مهذبة وليس لائحة من المجاملات. بإمكانكم القول ببساطة بخير شكرا. Danke gut. Danke gut. أنا بخير وأنت؟ أنا بخير وأنت. Bei mir ist alles in Ordnung. Und bei Ihnen? Bei mir ist alles in Ordnung. Und bei Ihnen? إذا كان كل شيء جيدا أو على الأقل لم يشتكي أحد يمكن القول بكل تهذيب أمضيت وقتا رائعا، استمتعت. Es war sehr angenehm. Es war sehr angenehm. وقد يرد ضيفك بكل سرور. نعم، من الأفضل أن نكون دوما مهذبين. بكل سرور. بكل سرور. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. وهكذا بتهذيب كذلك نفترق بالقول أتمنى. Ich wünsche Ihnen. يمكن أيضا أن تقول أطيب التمنيات أو أتمنى لك الأفضل، وربما نريد أن نتمنى لشخص ما حظا موفقا التوفيق. Viel Glück. Viel Glück. يمكن أيضا أن نضيف ونفصل الصحة الجيدة والسعادة. Glück und Gesundheit. Glück und Gesundheit. كما هناك أعياد سعيدة وأيضا كل عام وأنتم بخير. Ein schönes Fest. Ein schönes Fest. وطبعا هناك رأس سنة سعيدة. Ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr. عبارة أخرى للوداع هي رحلة سعيدة. Eine gute Reise. Eine gute Reise. مرحبا أيها الولد، كم عمرك؟ عيد ميلاد سعيد. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. للاحتفال بذكرى الزواج نقول عيد زواج سعيد. Alles Gute zum Hochzeitstag. Alles Gute zum Hochzeitstag. استمتع بوقتك، إقامة طيبة. Einen angenehmen Aufenthalt. Einen angenehmen Aufenthalt. ونهار سعيد. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. ويمكن أيضا دائما إضافة أطيب التمنيات. Alles Gute. Alles Gute.